قوة. شوفوا نسبة الطلاق الحين بالكويت مرتفعة، وصلت 54%. يعني كل اثنين يتزوجون واحد يرد بيت أهله، وأغلبهم ترى فوق ال45 سنة اللي يطلقون، مو ياهالوه. والإحصائيات تقول إن أول حفرة طلاق اللي ما يكملون إلا 5 سنوات، هذه نسبتها 35%، ترى وايد مو شوية. وأغلبهم جامعيين يا متعلمين بتوع المدارس. كلها يا أخو أغلب الأسباب خربوطة. جاسم طلقني، أنت ما أنت ريال، إذا فيك خير يبقى في كلام ما ينقال وأنتم معصبين. في كلمات ما تنقال حق الريال وهو معصب. طلقني، إذا فيك خير طلقني، ما أنت ريال، يا الزطي، أمك، أختك. هذه كلها ترى ترفع الفولتج عنده وينفجر. وإذا انفجر وطلقك، أوه شلون طلقتني، هانت عليك العشرة. ها زين، واللي قالت طلقني هذه منو؟ عباس. شوف انت اذا شفتيه معصب واخري عنه، خلي حقري، خلي يكسر، يصارخ، يرامح، يرافس، عقري. بعدين اذا هدى تعالي نفخي ببطنه، ترى والله راح يرضى. يبا الريال ياهل عود. واذا كلش عاد هو مستفزك وتبين تستفزينه، لا تقولي له فيك خير وطلقني وامك واختك. قولي له ابو كرش، يلا اصلع. او قولي له ابو قذله اذا هو صدق اصلع، خليه تدوده ما يدري مدح ولا طنازه. مو تقولين طلقني وتكركب على راسك يلا يلا.